لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأفاضل، درسنا اليوم حول السنوات التي كان الرسول فيها طفلا وبعد ذلك فقد أمه، أصبح يتيم الأب والأم، فقد الأب والأم. سنتكلم حول هذه الأمر، لأن قلنا غايتنا أن نقرأ السيرة النبوية ونأخذ منه الدروس إن شاء الله. برایت عزیز، ما دست فکر مقام حیات پیغمبر بخواین صلی الله علیه و سلم. درس ما ایرو اوا ما سیا سال که پیغمبر تدا دیش باوش خمر بو، دایکایی مر، اوکالی مر، یتیم بوناوی، یتیم بون به عربی یتیمه، به کردی هم بجن سیوی، یعنی دیج مریه باوج مریه. و تربیه پیغمبر صلی الله علیه و سلم و یتیم بونه چه قاسا تأثیر خود سر پیغمبر کرد، یعنی یتیم ماین چه قاسا ببو برینکی دل پیغمبر ده علیه الصلاة والسلام. اولا رسولنا صلى الله عليه وسلم بعدما ارسلوه الى البادية، وهذا كان من عادة أغنياء العرب في المحافظات كما نقول في البلد، يعني يرسلون الأولاد إلى البادية حتى يتعلموا اللغة جيدا وكذلك يكونوا أقوياء في البدن. وبعدما أصبح الرسول عمره حوالي 5 سنوات رجع إلى أمه، وبعد فترة عمره أصبح 6 سنوات أمه أرادت أن تأخذ الرسول وتذهب بها إلى أخوالها وتزور قبر زوجها عبد الله التي مات وهو مريض في المدينة المنورة. الرسول ذهب مع أمه إلى المدينة وبقوا هناك حوالي شهر، وبعد ذلك أرادوا العودة وعادوا. سنقرأ شيئا فشيئا. پیغمبر مگو سال خوی عول 3-4 حتى 5 سال حتى کسیم دای قلاشتن لچوله، يعني ام بجن عربی بجن بادیه، بکردی بجن زوزان، ده خوشره بجن زوزان. هایشان مو زوزان اجبان کفر زمانه کی پاک ببه، صحتای باش به، هین حیات دروا به، نه حیات باجه. لولاد باجه را دا جبره ده حتان انسان باجه را هنکی نازکن، اخلاق وانجار نخراد به، زمان وان پر ساغلم نامینه هر کسته، ولكن زمان گنده جبره دا زمان گنده ده ها پاکشتر بو، يعني پاک بو کلمه و ندشکیان. پیغمبر لوی حتی نزه 5 سال ما عمری تقریبا بو 5 زوری جم دایکا خو عمری بو 6 دایکاوی خواست پیغمبر بگرگ و مر مدینه سردانا قبر عبدالله باب پیغمبر بکن. مر سرداناوی پیغمبر شون باب خو ندید بو که دایکا خدا بو، و او جناهانه جنازه ظلام خو ندید بو و کانانه نه آنا تدی مریکی ته جناوی ته خوشقاوی ته بابی ته برای کیل کو بمرد گولا مر خود رحمه خلی که مر، یعنی مکو مدینه نابران 500 کیلومتره. عبدالله المدینه نساخ کت و مر، کس کی ناصر قبر اویج داوی خبر کانی مکه گوتن والله سفر دهاتنا لوی عبدالله نساخ کت و مر لا اله الا الله محمد رسول الله انا لله و انا الیه راجعون. جنینه چو ظلام قبر ظلام خو جنادید پشت عمره پیغمبر بو 7 سال ببره بو 6 سال. دایکاوی آمینه گو که از لای خو بگرم و امهر مدینه سردانا هم اقربای خوشی بکن و قبل ویجی بکن ظلامه یبرا محمد ظلامه بابی لکده و مریجی. چون لوی تقریبا قاسم مهکیمان او داوی زفراندن دا ایجا دایکا پیغمبر وفات کرد، امیانا بحثا ویجی بکن. بعدما مكثوا في المدينة حوالي شهر وأرادوا العودة في الطريق في مكان يسمى اسمه الأبواء أوباء، عفوا أوباء. فمرضت آمنة وانتقلت إلى رحمة الله، ماتت في الصحراء وليس معهم الرسول، هي يعني وأم أيمن راضعته امرأة، 3 أشخاص. الأم ماتت والرسول عمره 6 سنوات، بقى هو ومرأة أخرى. فحفروا القبر هناك ودفنوها والرسول يبكي وهو حزين، طفل صغير 6 سنوات. فهذا أثر كثيرا في الرسول صلى الله عليه وسلم. سنرى أثر هذه اليتم في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الحكم بأن الرسول كان يتيما، أو لماذا جعله الله يتيما. ولكن الرسول
فقد أمه في الصحراء وعاد إلى البيت مع المرضعة والمرأة التي كانت تخدمهم أم أيمن، وبقى الرسول هكذا فاقد الأب والأم، لا أب له ولا أم. پشتێک و هاتن جهێکی نابەرە مەک و مەدینە دا لەوێ ئامینە نەساخ کەت، نەخۆش کەت و مرجی. پێغەمبەر عمری 6 ساڵە، دایکای مر، ژنێکی دیگەر وان هاتیە خزمەتکار ئالیکاریە وان تکە، پێغەمبەر ما ئەو ژنکانێمان. طبعا وی چۆلا هانێ ژنکە نەیشتنە عەردەی کۆلان وی خستن بن ئاخێ ئاوێتن سەرێ، وەلاکن پێغەمبەر برینێکی دلێویدا چێبوو. بافش خوندنە دایک جی وفات کرد، خوشک و براژی تنن. حکمت خدا جی وها خواست لی خدا عز و جلش پیغمبر را هنک انسان آماده کربو اوانا گلک شفقت، گلک برحم، گلک حس کردن دان پیغمبر علیه الصلاة والسلام. لی پیغمبر دیا خوشی هندا کرد و باب خوشی هندا کرد. اویاجی بو برینه کل جن پیغمبر علیه الصلاة والسلام. طيب، عاد الرسول إلى مكة، من قام بأمره؟ جده عبد المطلب. أيها الآباء والأجداد والأمهات والجدات، إذا فقد الرجل ابنه وهو شاب، وهذا الابن ترك خلفه ابنا واحدا، والأب لم يرى ابنه كما حصل للرسول، يا ترى كيف سيكون موقف الجد؟ عبد المطلب هكذا حنون يرتجف على الرسول، يخاف أن يصيبه شوكة في رجله وفي يده، يحزن عليه كثيرا لأنه فقد الابن وهو الشاب وهو آخر الأولاد عبد الله، والرسول لم يرى أباه وفقد الأم، أصبح يتيم الأب والأم. فجده عبد المطلب كان حنونا عليه كثيرا، لا يحب أن يفارقه أبدا، وإذا أرسله إلى مكان وتأخر عليه الرسول يرتجف، يبكي، يذهب يمينا وشمالا، ماذا حصل لابني؟ ماذا حصل لابني؟ وحينما يعود يقول يا ولدي قد خوفتني كثيرا، خفت أن يصيبك شيء فلا أستطيع أن أعيش بدونك. فالله عز وجل جعل هذا المحبة في قلب جده. الجد أو هكذا الإنسان الطبيعي الذي يفقد الابن ويبقى لديه حفيد يتيم يرتجف عليه كثيرا ويحبه كثيرا. هذا ما رآه الرسول من جده، ولكن شاء حكمة الله عز وجل أن يموت الجد بعد 2 سنين. أصبح الرسول عمره 8 سنوات، فانتقل الجد كذلك إلى ربه. بقى الرسول لا أب ولا أم ولا جد، شاء الله عز وجل أن يعيش هكذا. پشتێک پێغەمبەر زڤری مدينة، عفوا هات مكة بافتنا ديتنا، ولكن قالوا جماعته توزك يا بفكرن بكردي تيج ولا بكرديش خاب فكرن. ام ظلام اوي زاروكي وان هنا زاروكي تاي جحيل ان اوي جينج اوي بتشوك زوجي جناوي دجاني بكردي بن دجاني بحملة او زاروكي تمر لا يتمر. عبد المطلب لا يوي بتشوك اوي بجحيل اوي شيرين عبد الله مر. واب جنا هاني ابوك هاني زاروكي كي اني اف زاروكي هاني 5-6 ساله او زاروكي كي شيرين وقا پیغمبر زاروكي كي شيرين اف زاروكي هاني عمري وي بو 6 ديجمر. اف باپیر هاني كون بيجن باپیر كاله هاني وزان دكن اتشخاص جوي زاروكي هاني حسبك تذكي حسكرني كدابو سر پیغمبر تذكي حسكرنا خو. عبد المطلب قال لكش پیغمبر حسكر قال لك زي دي حد خو يعني عالم دبيجن پارداخ يعني گلاسا آوا تعال و خاربو يعني لا يمربو اف كذب يعني شوتي بو يعني برسر پیغمبر دو ترسيا حتى دبي پیغمبر بچوك بو نخوش كتبو قال لك دو ترسيا دقويا فياج بمره نبي مجي بمره تكرا دين ببونه يعني حتى خدا تي رحمه باش دبي. اجا اوان 2 ساله ابو طالب عمري اختيار ببو پیغمبر 2 ساله الجمع عمري بو 8 او جمر. ابي 2 ساله هانه دا عبد المطلب قال لك پیغمبر حستك سر درجه في ندخست پیغمبر دخك جدور بكبه ندخست تقول تحملناكم جارك بچونا جهك كو چند دقيقه تاخير ببونا دين دبو دين شيت بو
فردا تشو ويدا ده درجة في دقريا تقول عجبا تشبوش لايمن ندقول نذيم تقول لايم تشبوش لايمن عجبا لايمن تشكي هاد سريوي نتسكني حتى كي ندي دقيت خس برليخو تقول لايمن از قالك ترسيام از ترسيام تشكي ورا سريتا تشماو ساكنو تكي از اختيارم از تحملناكم تهري تشتكي ورا سري من يعني خدا في حس كرني دابو باپيريوي او قال لك يجي حس كر قال لك زيدي جان خو زاترش پیغمبر حس كر حتى بلاك اختيار بو مازنه كي مازنه مكه بو لكي لك بيت الله كعبه دوشك ويا دوشك زانش مدرسه سر داد نشه تك اس كي نير بچنا سرونش تا پیغمبر شو سرودنش دغو ترابه دغو بلن برالاي من ورا سرونه تدي مثلا هم بجن كرسي مازنه كرسي انزا باويا با پيرا كيه عبد المطلب دغو خدن علي برالاي من برا جيم دانشه و خدا ابيت ودلوي دغو افلاي من خدای مقامك مازن بدك يعني خدا جيك افلاي ما يبتشتكي يعني وها حس كر الهي بتشتكي تقول لا تشتكي مازن ايش درك بين برا شو نمرونه زاروك عمره پیغمبر اشقاد شون دليستن پیغمبر دهات جنبا پیر خود ساکنی سروی جی رودنش جی اختیار جی پیرمیرا عبد المطلب تقول افلاي ما تشتكي جي درك بظلامك مازن برا الفرارونه ور حاصل پشت 2 سال او جمر اجا پیغمبر باوجی چو دایک جو با پیر جو بعدما مات عبد المطلب جعله أمانة عند ابنه الكبير وهو أبو طالب والد سيدنا علي رضي الله عنه فكذلك هو كان نعم العم ونعم كافل اليتيم كان يحب رسول كثيرا ويهتم به كثيرا ويقدمه على أولاده شاء الله عز وجل أن يعوض رسولنا عن أبيه وأمه جدا وعما يحافظ عليه كثيرا ويفدونه بأرواحهم هكذا شاء الله عز وجل أن يعوضه بمن يحافظ عليه كذلك كان نعم الكفيل ونعم الحافظ ونعم الخادم ونعم العم لابن عمه هذا ما قام به أبو طالب ولنا معه كلام إن شاء الله في السنوات القادمة مع الرسول صلى الله عليه وسلم فاشتيكو أبو طالب عفوا عبد المطلب نساخ كت بان لا يخوي مازن كر أبو طالب باب حضرتي علي بولاي من وأز دمرم ومحمد تزاني أشخاصي حستكم وتزاني محمد نباوي هي ندياوي هي نبري هي كسكي وجدنا أمانتي تاي آگهداري بيتي يعني محمد أمانتي تاي تاريخ وهاد بيجا تاريخ تبيجا أبو طالب وكا ظلامة يعني براستي قال لك پیغمبر حس کرد تبع جناوی ناو جناوی فاطمه بو دایک حضرت علی پر خدمتا پیغمبر کرن قال لك جي حس کرن يعني قاسي کو چاوی خو حس کرن جوی زیاترش پیغمبر حس کرن اوانا جی في میرانی هانه کرن تاريخ بي تشتيانه بيجا ابو طالب براستی و کظلامه قال لك خدمتا پیغمبر کر حتى پیغمبر لسر زاروک خدا جديد يعني دقو برا محمد كيف يخش به برا بيناوي هبه برا دل رحت به برا تشتك ناي سريو زاروك كي برا هره خدای مازن باب پیغمبر جسن دایکاوی جسن کالی جسن با پیریوی ایجوی آموی هانه گلک جه حست کر قیمتاوی زانبو سرخ پیرادشان لدورای ام وجن وکا پروانه لدورا پیغمبر وحد جودهات برا تشتکی ناي سريوی زاروکی هانه خدای جوهات کر اویاجی تاريخ جمرات بيجا ابو طالب في ظلامتي هاني كريا ام قرن حق انسان جي انكار نكن يعني ابو طالب حتى كمر عمره پیغمبر تقريبا بو 5 سال هجا ابو طالب مر بي عمره هاني دا قال لك تشتا ابو طالب جبونه پیغمبر كر ان شاء الله هر درسكي وبعثيات ام بيجن لي ابو طالب راسي ظلام بو يعني وظيفه خويا ابيتيش پیغمبر را كل خوي دركت وك ظلام حتى كمرجي پیغمبر ادگوت جان مبخازی جان خودمته اویاجی مزناتی که خدا ابو عز وجل طيب نتكلم حول أثر اليتم أي اليتيم في حياة الرسول فقد أبه وأمه وجده الرسول صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الذي له أناس أقارب أيتام فليحافظ عليه وليأخذ العبرة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في عصرنا الآن اليتيم مدلل يفعل ما يشاء حفاظا عليه على أساس يقول نحن نحبه
فيدللونه كثيرا، يفعل ما يشاء، يأكل ما يشاء، يرمي ما يشاء، يشتري ما يشاء. وإذا سألتم لماذا تجعلونه مدللا، هو يتيم بهذا الاسم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما كان صغيرا ويتيما أولياؤه جدوه وعمه لم يربوه هكذا مدللا، يعني كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتيم، ولكن لم يكن ولدا مدللا بهذا المعنى الذي نحن نراه ونسمعه اليوم. كان مؤدب وهم أدبوه، أرسلوه 4-5 سنوات إلى البادية حتى يتعلم اللغة، هذا معناه اهتموا به. نعم وهو يتيم، ولكن اليتيم له مستقبل، إنسان له مستقبل. إذا كان فاشلا في صباه سيكون فاشلا في شبابه وفي كبره. فلذلك جده وأعمامه اهتموا به كثيرا ولم يجعلوه ولدا فاشلا، اهتموا به كثيرا. فعلينا أن نحافظ على أيتامنا. إذا كان يتيم علينا أن نحبهم، ولكن علينا أن نؤدبهم وأن نربيهم. إنه بعد سنوات سيكون شابا ويكون كبيرا، ولكن الخطأ الذي يحصل في تربيته وهو صغير يؤثر عليه في المستقبل، فعلينا أن نحافظ على مستقبلهم. محبة اليتيم شيء وتربيته شيء آخر، علينا أن لا نخربط بين الاثنين، نحبهم ولكن نؤدبهم حق التربية. پیغمبر ما يتيم بو صلى الله عليه وسلم، ولكن ام بيجن يتيمية وي وقتی يتيمية ايرو قالوا جماعته يتيم ايرو سيوي ام كردي اخذ بين سيوي يتيم ده يتيم ايرونه با پیروان ماموان اقربایوان ده شکل بلا مصیبت کتین سریوان ده شکل یا قال لك جوان حستكن ام كرديد بين دلالي ودلالي زانشنا دلاليه دست اقنادنه چد كد به سربسته لدلاليه كور خير الباويتنا دايقاي مريه يعني حاشا جماعات نوا جماعات دب خدا میز دکشت به نورمال دلالیه دنگی خو نکن تشکینا به چد کد دلالیه قسمکی وهانه اف زاروکی کو دلالی مازند به نبت ظلامکی نزان حیات چی يعني هر دم دگری تخن دوی دگری دگن دستوی يعني نزان مجادله کی که هر فیر مجادله نابه قسمکی وها مالوان قرات کن پیغمبر با پیروی یا جمام یوها نکرن نگوتن یتیمه تشکینا گونا یتیمه تمام ولكن چجرا لازمه وی 5 سالا شاندن چوله شاندن زوزانه بکردیم بجن شاند زوزانه برا فیر زمان ببه یتیمه تمام هم چی بکنم نکارم باوی بینه اما جوی زارو کرا تربیه لازمه جوی زارو کرا خبات و هیمبونا تشتا لازمه گره حیات بزان بن يعني تج یتیم حسکی اما تربیه بده که نصیحت لی بکه دلی خو پی بشوتینه جبونه تشتکی پاک ایرو یتیم می آنا یا پر جوان حست کن وان دلالی کن دنگی خو ناکن یتیم نه بظلام کی مازنجی دبا ظلام عمری دبا بیستی نزانه کارو خباته کی هر دن فیر بیا هنه کا پره دای کی خوار نکس نه دوی فکر خوار نه دانه کی رحم مجادله الجمعی نامین ابیا مصیبته کیه قسمك الجمع يتيم اجابن دستن مخابن ماميوان با بيريوان اقربايوان وكا فرعون ظلم لواندكن يتيمه يا مالا وان خراتكن لواندخن برسيدله نانادن وان داوين دروا يعني هو ام نكارن بيجن بي ايمان اما قال لك ظالم ما وهاجي هنا يعني قال لك ظالم يتيم يخو ظلم لواندكن مثلا وزانن دنگ بيش نب كردي دنگ بيش ابيكو هلبساد بيجن وانا اختيار اوان دنگ بیجا وانه کلامات بیجم کردی بین کلام دنگ بیج صدی نوتونه هیوان تب یتیم بونه يعني یتیم ظلمه پریال وان کرنه ظلمه کرنه فقیره تشک بکنتنه بس کلام گوتنه ایجا بس کلامات بیجن يعني هلبسات بیجن یتیمن پریال ظلم الوان هات یکرن مثلا دحبه می دیاربکر همون یک ساخ یک مریه هر دیجی حیات خود بیجن ام یتیمون به پریال ظلمه المد کرن بافتنه دايقتنه ما مو ابيدي دبي لمد قصدن تشكي كان بكنتنا مشخو كلاماتو هلبستا تقول يعني ظالم يعني تماشكن وانيك هلبستا قوتنا صدي حشتي وان نوتي وان پر مظلوم بنا ديتنا بافتنه اول وان دانه يتيمه كي چلي قصيه بو كرديت بجن سيوي كي كريا سيوي كريا كي كريا سيوي كريا اولد خيك واولد خيك ابانج پر مصيبت مازنن ليه تماشاكن حياته پیغمبر عليه الصلاة والسلام برای یتیم بو جي حست کرن اما نه ظلمه لی کرن نوی دلالی کرن نابره هر دیادا
تجي حسبك اما تي پرورده تي تربيه بديك تي هر ديش بهبره بكي افيا تشتكي بر مهمه. طيب الرسول هكذا راى المعامله من كبار يحبونه كثيرا ولكن حافظوا على تربيته، هذا اولا. طيب الرسول كيف كان موقفه؟ الذي راى الرحمه من الكبار وهو يتيم لا شك إذا أصبح كبيرا سيعطي الرحمة لمن هو أصغر منه. الرسول كان هكذا يحب الأيتام كثيرا. الله عز وجل ذكره دائما كما تتذكرون قبل أسابيع قلنا فأما اليتيم فلا تقهر ألم يجدك يتيما فآوى. الله ذكره كنت يتيما الآن لا تنسى الأيتام. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. الذي يحب الأيتام ويحافظ على الأيتام فيكون مع الرسول في الجنة صلى الله عليه وسلم، لأن اليتيم هو أضعف شخص في المجتمع، لا أب له ولا أم، يتيم. فإذا رحمت الضعيف سيرحمك القوي وهو الله عز وجل. لذلك الرسول حينما رأى الرحمة من الكبار وهو يتيم أصبح كبيرا فأصبح يرحم الصغار ويحب الأيتام ويهتم بهم كثيرا. هذا ما علينا أن نراه. ولكن اليوم نرى اليتيم إما مدلل وإما مظلوم، وهو حينما يكبر يكون مجرما في مجتمعه ينتقم من كل من أساء إليه وإن لم يسيء إليه، فهو يرى كل الكبار أعداء له، فهو يضرب ويقتل ويظلم. اقرأوا سيرة معظم القتلة والفجر والظالمين، معظمهم عاشوا أيتاما وتحت الظلم فأصبحوا كبارا، أصبح لديهم رد الفعل ينتقموا لأنهم لم يروا رحمة وهم صغار. ولكن علينا أن نحافظ على الأيتام. الأيتام أمانة في رقبتنا وفي رقابنا، كما كان الرسول إذا رأيتم يتيما انظروا إليه بعين الرسول صلى الله عليه وسلم، أحبوه، ارحموه، امسحوا رأسه، أعينوه، حافظوا على تربيته. الذي يحافظ هكذا فليعلم بأنه سيكون جارا للرسول صلى الله عليه وسلم. قالوا برايا بكي مگو پیغمبر مازنا رحمت دید، مازنوی رحمه لیکرن مالاوان آوا جبیر وانکن تشتکی تچ بدی تی بستینی نوها تچ تخی بریکا خو تداویش بریکا خوی درخی نوهای اون پره تخن بریکا خوش بریکا وفد بنان پره درته یعنی اون کرونا کی تخن جیبا خو کرونا تنابه دلار تا کرون درته جیباته یعنی. پیغمبر بلا کش مازنه خو رحمت دید، دلوانی دید، انسانیتی دید. yani maznevi peygamber delali nekirin o zulmeli nekirin. Peygamber bir rahmeti mazın bu. Peygamber davi çil kir seri van zaruka jizaruka hast kir alikariya yetimat kir. Xuda işte Kur'an'a piroza surete ve duha te bir ve beriya 2 اسبوع mago Xuda khab peygamber adbe ti yetim bu haj bir vaneke ti yetim bu mehene kaşan hizmeta tekirin tiji yetim haj bir vaneki ha fa amma al yetima fala taqhar ظلمه حقیل یتیما نکه. خدا وی درس دا پیغمبر جی بلا کد بچوکیا خدا رحمه دید جی اوه مازن نبو وکا انسان آنا کو مازن وی ظلمه لید کن یتیم ظلمه لید کن اویا داوی حیفا خوش هر کسی دستینه یعنی گلک ظالمه یرو هنه ظالم وان قاتل مازن دولت یا جی مازن عشیرت یا جی وان چته وانه مافیا گلک جوان یتیمن بچوک بونه پریا ظلمه لوان کرنه إجا قوته وان شيء هر كسي انتقام دستينه حيث أقول جوان دستينه يعني شمكي ظلم الوان كنا تكس كي رحمة الوان نكر پیغمبر بلاك رحمة ديد رحمة قالك لإنسانات كر خصوصا أي يتيم دلي وان شوتي شو دسي خسري وان دا آليكاريا وان تكر حتى حديثك ويا خوش هذا بيجا أس وان كسي كو خزمته يتيمة دكن الجنة دا أموهر جنة تليق وهاتك يعني ملي پیغمبر لهفت كيف بهبرة جنته خدا جوار از جوی شرف ماستر هی شرفه کی تو پیغمبر آقا به هر هرن جنته کی لکا پیغمبر بی خیره لی من آلیکاریا یتیما کریه من یتیما پاراستیه دست خوی رحمت سر واندا پیغمبر لوها جوان حست کرد پیغمبر بجای اگر کند خوازن دل و نر به دست خود سر یتیما بدن دست خود سر یتیما بدن دل و نرم ببه
پیغمبر یتیمیه خود بیر و نکر هر دم حسرت دایکا خوبو حسرت باوی خوبو باوی خوشون قط ندید دیا خوشن سالا دید حسرت وان بو دیگه لوی هوای گلک یتیم حس کر قیمت داوان ایرو اوی کو یتیم وان اقربای وان کو هنل در دور وان سیوی وان بچعب پیغمبر تماشای وان انسانا بکن پیغمبر چوا بو پیغمبر بن یتیم بو اگر ظلم الاقربای خو یتیم بکی حساب که کت دوسا مزنک جوان پیغمبر دبونه تای ظلم پیغمبر بکرا او داوی اوی که ظلم لکری بیا پیغمبر خدا روز قیامت تاش خدا را بگوتا چه اویانه یتیم بو سیوی بو داویج بو پیغمبر و تا ای را ظلم لکریه تی چی جواب خدای خوب دی یعنی بچعبه کی رحمت تماشای وان یتیما بکن جحیات پیغمبر ای رو انبیا بگرن یعنی رحمه یتیم خوب کن دست خود سر وان بدن مال وان نخون دزیه وان نکن خدا قرآن داد بیجه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا دبي أبيك مال يتيما تخون يتيما ظلم لوان كر مال وان نادوان دبي أو آجر تخون آجر زكي وان دا آجر هي كي تحمل آجرت كه كسناك لبرا بزان بن يتيمة دي سوية باوينين برين تخوين ظلمه ليتكن إهانة ويتكن رجع قيامتش خدا عز وجل چه جزای بنسره وان هیویدارن و داخوازا ما اوه که ام قیمت یتیمی خو بزان بین رحمه وان بکن در خود سر وان بدن که خدا جی رجع قيامت مبكى جيران پیغمبر صلى الله عليه وسلم نرجو الله عز وجل أن يجعل في قلبنا رحمة مقابل أو في حق كل يتيم نرحم الأيتام ونحافظ عليهم ونربيهم حق التربية وأن نكون بأجل تربيتنا معهم أو لهم رفيقا للرسول وجارا للرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.